ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محبي ومتابعي دكتور ربنا يعين في كل مكان. النهاردة بنتكلم عن نادي سيراميكا والنادي الأهلي. سيراميكا كليوباترا أعلن التعاقد مع 4 لاعبين من النادي الأهلي، وهم كالآتي: اللاعب عمرو السولية، اللاعب كريم ندفد، اللاعب كريم الدبيس، اللاعب خالد عبد الفتاح. كل التوفيق لنادي سيراميكا وكل التوفيق لنجوم النادي الأهلي في أي مكان. بالنسبة للنادي الأهلي، المدير الفني ريبيرو يجلس مع تريزيجيه وطالبه بضرورة اللعب بشكل جماعي يخدم الفريق، خصوصا كلنا عارفين ان مكان تريزيجيه لاعب لا يقل اهمية عنه، وهو اللاعب بن شرقي. طبعا بن شرقي شايفينه في المعسكر وفي مباراة الملعب المالي بيقول للناس كلها انا موجود المرة دي بقى وبقوة، والموسم ده هتشوفوا شكل تاني ومغاير جدا لبن شرقي من ناحية الحالة البدنية، لان لا خلاف على مهارات اللاعب بن شرقي، ولكن الموسم ده تحديدا المدير الفني مركز قوي 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 على الجانب البدني والجانب الخططي، مع تركيز اللاعبين لخدمة افكاره اللي هتخدم على الفريق ككل. فطبعا محدش النهارده يقدر يقول ان انا حاجز مكانه. عندك النهارده زيزو اللي هو افضل وينج يمين في مصر، النهارده مش حاجز مكانه. حسين الشحات نفس الكلام. الناحيه الثانيه في الشمال هتلاقي بن شرقي وتريزيجيه، منافسه شرسه جدا جدا. نامل ان شاء الله ان هي تكون في صالح النادي الاهلي. يعني مين يبدا مين يقعد احتياطي ده مش هيشغل جمهور النادي الاهلي، ولكن هيشغلنا حاجه واحده بس: مصلحه النادي الاهلي دائما فوق الجميع. واللي هيركز ويلتزم بتعليمات المدير الفني هو اللي ان شاء الله يبقى له مكان في التشكيل الاساسي. نروح طبعا لنقطه مهمه جدا وكنا اتكلمنا فيها قبل كده: محمد الشناوي ومصطفى شوبير. صداع في دماغ اي جمهور اي حد من جماهير النادي الاهلي، او اي حد في مجلس اداره النادي الاهلي، او اي حد في الجهاز الفني في النادي الاهلي. محمد الشناوي كابتن منتخب مصر، محدش يختلف عن امكانياته، وادى كتير للنادي الاهلي وادى كتير لمنتخب مصر. مصطفى شوبير نجم صاعد واعد، صبر كثيرا. النهارده مصطفى شوبير يا جماعه ما عادش يعتبر ناشئ. مصطفى شوبير تخطى ال 24 عام. طب 24 عام ده يبقى لسه ناشئ امتى؟ امال هيلعب كوره امتى؟ فانا شايف ان في منافسه شرسه جدا بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي هذا الموسم. ويا ريت تكتبوا لنا في تعليقاتكم انه الافضل من وجهه نظرك: يبدا بشوبير ويديله مساحه اكبر، ام يبدا بالشناوي ويثبت الشناوي لحين اشعار اخر؟ ده اللي يا ريت نشوفه من تعليقات حضراتكم معانا في الكومنتات. سواء شوبير او سواء الشناوي، سواء تريزيجيه، سواء بن شرقي، احنا يهمنا مصلحه النادي الاهلي. احنا ما بنقلهش حد، احنا ما فيش حد اكبر من النادي الاهلي. احنا اللي يهمنا اللي يرتدي تيشيرت النادي الاهلي وينزل في السكور في ال11 او في ال18 عموما، لازم يكون جدير انه بيمثل النادي الاهلي رقم 1 في مصر وافريقيا. وان شاء الله احنا داخلين على بطولات كتيره السنه دي، مش هنقبل ان احنا نبقى رقم 2، لان الاهلي ده عودنا دائما ان هو رقم 1. اشكركم واسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.